بيان إلى الرأي العام. بعدما تعقد الوضع الاجتماعي للشعب السوري أكثر فأكثر، وهيمنة الأجهزة الأمنية للنظام في التحكم بكل مقدرات الشعب السوري وتضيق الخناق على كافة مصادر الحياة اليومية، وأصبح الشعب السوري فاقد كل المعايير الأخلاقية والإنسانية، وأصبح عبدا رخيصا وبائسا ذليلا أمام مؤسسات الدولة البعث وأجهزته القمعية. أدت إلى قيام الشعب بثورة الحرية والكرامة ضد النظام البعثي الشوفيني لأجل استعادة قيم الأخلاقية والإنسانية، وتعاظمت الثورة وتطورت حتى تدخلت الدول الإقليمية في الصراع بسبب موقع سوريا للمنطقة، ومع انحراف الثورة من مسارها الطبيعي وتحول إلى مرتزقة ومأجورين بأيدي النظام الإقليمية يعملون لتحقيق أجنداتهم، وانحراف الثورة من مسارها وأصبح الصراع على السلطة. وفي هذا الظروف والفراغ ظهر إلى الوسط مشروع تأسيس الإدارة الذاتية الديمقراطية نتيجة حاجات مكونات المنطقة للدفاع عن نفسها ضد التنظيمات الإرهابية من النصرة وداعش تعاظمت على الجغرافيا السورية. واليوم بعد مرور 7 سنوات على تأسيس مشروع الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال سوريا وروج آفا ودخول هذا المشروع عامها الثامن في 19 كانون الثاني 2021، نهنئ جميع مكونات الإدارة الذاتية من كرد وعرب وسريان في الإدارة الذاتية الديمقراطية في روج آفا وشمال سوريا إلى التكاتف أكثر وتشديد أواصر الأخوة بين جميع المكونات والتعمق أكثر بفكر وفلسفة الأمة الديمقراطية والتمسك بنهج الخط الثالث أكثر فأكثر. إن مشروع الإدارة الذاتية الديمقراطية بعامها الثامن أثبتت للعالم أجمع قدراتها وحيويتها واستمراريتها بنظام الرئاسة المشتركة ومشاركة المرأة كافة مجالات الثورة في هذا المشروع الذي أصبح في المنطقة عامة وسوريا خاصة، وقابليته في حل جميع المشاكل والتناقضات المتأزمة تاريخيا وإيديولوجيا، والتي كان النظام العالمي عاجزا على إيجاد الحلول المناسبة. نحن كمجلس ناحية تربسبية نهنئ على شعبنا بجميع مكوناته ومذاهبه بهذه الذكرى العظيمة والمجيدة، ونهنئ جميع عوائل الشهداء ونعاهدهم بأننا سنحافظ على جميع مكتسبات مشروع الإدارة الذاتية الديمقراطية بفكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان ونهج الخط الثالث وأخوة الشعوب حتى تحقيق أهدافنا القيمة الأخلاقية والإنسانية بسوريا تعددية لا مركزية مؤسساتية تستطيع الشعب إدارة نفسه بنفسه. المجد والخلود للشهداء. بيجي سارق أبو